وفي ذات السياق يعكف العديد من مكتتبي الصيغة السكنية الترقوية العمومي أو ما يعرف بالLPP إلى بيع أغلى ممتلكاتهم كقرار حتمي، وهذا أيام قلائل قبل دفع قيمة الشطر الثاني. إبراهيم غطاس في هذا التقرير. 1,000,000 دينار جزائري، عبء أنقذ ظهر مكتتبي الصيغة السكنية الترقوي العمومي أو ما يعرف بالPP بعد أن رفعت الوزارة الوصية من قيمة الشطر الثاني. قرار مفاجئ كان وراء لجوء البعض إلى بيع سياراتهم بإكراه. أنا جو بريفير نبيع طوموبيل وندي سكنة. السكنة هي كلش في الدنيا هذه، والله فويسك ما بلا سكنة ما دير والو. عندك طوموبيل غدوة من غدوة تقيسها تروح طوموبيل، بصح مش كيما السكنة كاسبها، تسمى درت حاجة في حياتك. باش نبيع طوموبيل باسكو الAPP هذوك ما قبل كنا نخلصوا 50 مليون هيدا، ودوكا زادوا لنا دراهم كيما يقولوا ما كاش هيدا. نبيع طوموبيل ونفضل شويه ونشري طوموبيل غير صغيره 50 مليون قبلنا بها، بصح كي ولات في 100 مليون ما قدرناش والله. غير يا خو عندي لوطو غير رايح نبيعها دروك باش نخلص. ما نولي ما نلحقش نبيع طوموبيل ونزيد نبيع صوالح اخرين، بالك صوالح الدار نبيع في الدار صوالح هكذاك تعرف صوالح تفات ونبيعهم. قرارات حتمية اتخذها المكتتبون لتوفير المبلغ عوض الخروج إلى الاحتجاج على غرار فئة لم تجد إلا الحلي والمسوغات لتوفير قيمة الشطر الثاني. الناس هي تعاني يا اخوان. واحد جهاز تعمرته واحد كروسه على الPP هم يجوا بزاف، ولو سورتو الله ديالهم يجوا معاهم هم يجوا كارثه يا اخي. زيادة دون إخطار مسبق كانت أسوأ خبر يتلقاه مكتتبو السكن الترقوي العمومي، ما جعلهم يبيعون ما يملكون ولسان حالهم يقول: من أين لنا بهذا؟